حاطط لكم منشور على اليوتيوب على المواقف المحرجه تبعكم. انا بتعرفوا بالعاده بعملها على انستا يعني، بس قلت هالمره خليني اعمل على اليوتيوب لانه كثير منكم عم يقول ما عندي انستا، فقررت خلاص اعمل هذا الفيديو من تعليقات اليوتيوب. بس اللي ما عنده انستا يعني روح يحمل انستا، يعني روح تابعني هنيك. وهذا الفيديو لابس طاقيه لانه والله ما لي خلق انزل هلا ظبط شعري وعمل خلاص. انا قاعد بالغرفه هلا حطيت هالطاقيه وبلش تصوير، فما لي خلق والله عمل خلاص. انتم بتستحملوا يعني ايش تسوي. وقبل ما ابدا المقطع اللي مو حاط لايك حط لايك، خلينا نوصل الفيديو لاكثر من 5000 لايك. وشكرا لكل الفيديوهات والتصاميم اللي عم تعملوا لي اياها، عن جد يعني والله ما عشان اتشكركم، بس عم شوف كل التصاميم تبعكم وعن جد شكرا، ثانك يو من القلب يعني. واللي مو مشترك بقناتي اشترك بقناه مدرسة رح نوصل 150,000. وبس هلا خلينا نبلش بالتعليقات. طبعا مبدئيا يا جماعه الخير انا قلت لكم انه سلسله مواقف المحرجه تبع المتابعين رح اقراها هيك مباشر، فهلا اي تعليق بيطلع قدامي رح اقراه، كان بايخ ما كان بايخ ما كان في رده فعل مني انا ما دخلني. فيلا بسم الله يعني نشوف ان شاء الله ما يكون في تعليقات بايخه. في مره انا ورفقاتي للمدرسه فكنت فرس، رحنا على المقصف كنا برمي بأمن الله، فوحدة موريتاني رفقتي من كتر ملا وعين رحت كسرت الطاولة. 5 minutes later. على هديك الطوا هق ه ه ه هقتلنا لا. عين ما نقول هو بعدين قلت بس انا سفاكون قلنا لا مو نحن. وهيك قلانا 2000 years later. هد الشي وكم من فوق كل هد كنت موجدا عدوتنا انفضحتنا. قدم المدرسة كل ما بيشوفه بيقول لنا كيف كسرتوا الطاولة، يا الله شقد انحرجنا. عبود بتمناه اطلع قسطي انا ورفقتي انتبعك ونحب محتواك. عن جد شكرا. ما فهمت ولا حرف علي الحلقة، ما فهمت ولا حرف. على يمكن في كلمات كاتبيتهم صح بس خلاص كرجت انا بنفس الكلمه مو كلام نصه غلط، بس فهمت على اخر تعليق انه عبود بتمنى طلعت قسطي انا ورفقاتي نتابعك ونحب محتواك. شكرا لك ولا رفقاتك. هذا اللي فهمته من القصه. انتوا قلتوا لي اعملوا مواقف المحرجين، انا ما دخلني، انا بدي اقرا هيك مباشره. شو كان التعليق انا ما دخلني. مره رحنا سفره مدرسيه لما كنت صف تاسع، رحنا مدينه ملاهي والكهرباء طفت وطبعا اكيد الالعاب وقفت، فرحنا صعدنا نطيطه او ترامبولين ومن الحماس وقعت وقلبت ورا الترامبولين وصحباتي بدل ما يساعدوني ضحكوا علي. اوكي شو راح التعليق اللي بعده. مرة كنت اتمشى انا وصديقاتي بالحديقة ومرينا جنب واحد كان جالس وماسك التليفون عادي، فلما مرينا جنبه قال كيفك وانا حسبته يكلمني، فلفيت عليه وصارخت عليه وقلت له مو بخير مالك دخل، الا ولاقي يكلم بالتليفون وما يكلمني اني. كانت امنيتي الوحيدة وقتها هي ان الارض تنشق وتبلعني، بس للاسف ما تحققت، وصديقاتي طول الطريق قاعدين يطقطقوا علي ويضحكوا علي. شو هالمشكلة هي؟ واو. يعني هلا سؤال، ليش البنات اخذين انه اذا الشاب مثلا يعني حكى معهم مرحبا او كيفك او اي شيء، ليش بياخذوه انه هو بده يتحرش وبده ياخذ الرقم؟ بلكي في شيء تاني يعني. ليش انتوا عندكم ثقة عمياء بحالكم؟ يعني شوف هي سائلة كيفك بس يعني، واصلا حتى لو عم يحكي معك ليش عم تصارخي عليك؟ ما يصير يا اخي ما يصير. مرة كنت عند بيت جدي نايم بغرفة الضيوف، اجا عند تيتا ناس وجدتي استقبلتهم عادي، وانا بس فقط لقيتهم بيتفرجوا على هذا الاحراج بعد ذاته وانا نومي دفش شوي الصراحه. ان شاء الله يطلع تعليقي، ما راح يطلع تعليقك. في مره كنت العب بالمدرسه واجا ولد جنبي وكان بده يروح للبيت عادي، وانا فجاه بدون قصد قلت له اوكي. من الصدمة المشكلة انه جد ما كان قصدي زلة لسان معليش، بس الولد ما سوى شيء بس استغرب مني وبالعكس صار يضحك واخذها بروح رياضية. الله الله يا حلا عن جد يعني. شو الموقف هذا اللي كتير مو شو. انا بعرف هذا الفيديو راح يكون كتير بايخ، انا بعرف يعني كتير حالي علي الزناخة انا، بس انه خلاص يعني هيك بدي اقرا لكم التعليقات مشان ما اطلب هاي السلسله بحياتي او لا. يعني بصراحه انا ما دخلني، يعني هي تعليقاتكم، يعني انا ما بدي اقعد نقي بيناتكم، انتم كلياتكم متابعيني، يعني في منكم الواحد البايخ وفي المو البايخ. هلا انتم حاليا يعني مو بايخين، لا تفكروا قصدي عليكم. هذا الموقف العيد اللي راح كنا مسافرين وقاعدين في بيت قرايبنا، وكان تاني يوم عيد الاضحى، جهزنا ليجوا ضيوف وهيك، وضبطت انا على الاخر، بس وقتها كنت حاطه مكياج مو ضابط عسوا. المهم اجوا المعازيم وقعدناهم وقعدنا النسوان وانا والبنات بغرفه الضيوف والرجال بالطابق الثاني على اساس اخذين راحتنا، وفجأة ضيعت البنات وانا بشتغل شوي بالمطبخ. سألت امي قالت طلعوا اثنين منهم على حديقة البيت، رحت ركضت بالكعب وصوته عالي وفتحت الباب اللي ولقيت صديقة الطفولة واحدة واثنين من رفقاته
الله لا يورجيكم جمدت بمكاني وما عرفت سكرت الباب، لفيت من ورا الباب ووقعت من اللبكة. اوه ماي جاد انا داخل ايه بصراحة. اوف داخلية يا جماعة الخير، يعني بصراحة بقرأ التعليق اغشي تعليقي ما فهمنا شيء. في مرة كنا انا واختي وامي في سيارة اجرة، وكانت امي تعبانة فانا بكيت عليها، وفجأة يعطينا سواق منديل. استغربت، قلنا ليه؟ قال لا عشان بكيتي من كثر مني تفشلت صرت اضحك بدال ابكي. عبد الله ترى انا متابعتك من السعودية، يعني لو مو منك السعودية كنت احكي كلمة خلاص، بس لانه انت من السعودية، يعني اهل السعودية كثير بحبهم، بس لانك من السعودية راح مرة هالتعليق. شو التعليق يعني؟ شو اعطاكي منديل بعدين صرت تضحكي؟ ليش قاعد تفيت لي هذا الشيء؟ مرة كنت اصلي بالمسجد وضرطت بنص الصلاة، بعد الصلاة اجى واحد وصار يعلمني عن عورة الرجال وعن مفسدات الوضوء، وانا من بعدها ما رجعت لنفس المسجد. ليش يا حبيبي ليش؟ ليش الزلمه عم يعلمك يعني؟ بعدين ما غير بتجابع انت يعني تعملها ما انت عم تصلي تعملها؟ لا بالعكس احمد، يعني روح على المسجد، يعني حتى لو انت غلطت غلطه كثير كبير يعني، بس روح عادي يعني، ما بتلام خلص، روحوا على كفالتي، ما حدا بيحكي معك ان شاء الله، ما يكون حدا شايفه غير الزلمه اللي قاعد ينصحك. في مره كنت اتمشى ورا 2 بنات وفجاه تعثرت وطحت ومسكت في سروال البنت اللي كانت قدامي وسروالها طاح، وانا من الصدمه قعدت اضحك بدل ما اروح اعتذر لها. يعني ما يعني ما بعرف شو عملت فيك البنت انت. يعني هلا اوكي انت شرحتي انه صار هذا الموقف بعدين انت ضحكتي، بس البنت شو عملت فيك؟ يعني ما سبتك، ما نطت عليك وبلشت تضربك؟ بعدين البنت مثلا عم تمشي هيك، انت ماشي هيك يعني حتى لما وقعتي مثلا مسكتي فيها؟ الواحد لازم يعمل يعني مسافه امان يا اخي. لازم فيها البنت لزق يعني حتى مسكتي في سروالها؟ شو سروالها؟ بنطلونها مو لا يفك لا يطلع شيء ثاني هلا سروالها. في واحد سالني شنو اسمك؟ كلش متوتره، قلت لها اني بخير وانت؟ اوكي هذا نفس الشخص كاتب تعليق ثاني، خلينا نشوف. مرة كنت اتمشى بالسوق واحكي ويا صديقتي بالتليفون، فجأة دخلت محل وانا بعدني مشغولة بالحكي، قلت بصوت عالي ايه حبيبي وينك؟ طلعت دا احكي ويا بائع المحل وهو يباوع بي، محرج، واني كنت اقصد صديقتي. هاي شنو يعني؟ انت شلون قاعدة تقولي بصوت عالي لصديقتك على التليفون ايه حبيبتي وانت قاعدين تكلمين الزلمة شنو هاي الكلاوات؟ هذا موقف كذب، هذا مو صار هيك موقف. لا حلو يعني احسن من الرسالة الاولى تبعك، هذا الموقف حلو ضحكني انا. مرة كنت عند خالتي وابنها كان نايم، بعدين انا كنت جالسة قريبة منه وكنت لابسة جيبة طويلة. شو جيبة طويلة؟ المهم لما اجيت اقوم عشان كان راح يصحى دست على الجبينة على الجيبة دست على الجيبة، واللي صار اعتقد انكم فهمتوه. بعدين ما عنت اكلمه ولا ابصله، وهو نفس الكلام. ابصله شو؟ اوكي وهو نفس الكلام. الله يكون بعوني لما اشوفه وامي تقول لي سلمي عليه. طب ممكن بس اعرف شو هو الجيبة؟ شو يعني شو الجيبة يعني؟ بنطلونه؟ شو الجيبة يا اخي؟ حدا يفهمنا شو الجيبة؟ انا بعرف جيبة يعني بالسوري جيبة يعني هاي اللي بتكون بالبنطلون تحط جوات اغراض. شو الجيبة يعني؟ هو ما فهمت تعليقك انت اللي لابسه جيبة طويل. شو الجيبة طويل؟ بنطلون طويل يعني؟ ولما جيت اقوم عشان كان راح يصحى دست على الجيبة، وصار اللي اعتقد انكم فهمتوه. يعني شو صار؟ وعتي يعني؟ وعتي شو صار؟ خلاص تمام راح مرة لكم هالتعليقات. شو الفيديوهات؟ اوكي هذا يا جماعة لابسه فستان. خلينا نشوف تعليق. مرة كنت لابسه فستان طويل مرة عشان العرس، ونزلت لتحت كان كل عمي واولاد عمامي وابوي واولادهم، فانا انزل ولابسه كعب عالي وقعد قدامهم، والفشة اولاد عمي صاروا يضحكون علي وانا تفشلت. تكفى طلع تعليقي اول مرة اكتب موقف اتمنى الطلعة. يا جماعة الخير انا بتمنى هذا الفيديو يعني انه ما يكون عليه ديسلايكات. انا بتمنى يعني شايفين هذا الفيديو ما فيه اي شيء، تعليقات كثير حلوه وفيديو هيك فرفوش يعني صحيح هذا الفيديو رح يكون مواقف المحرجه تبع المتابعين، بس انتم احسبوا براسكم انه عم بقرا تعليقات المتابعين بس. فاني اقدمكم اعتذاري يعني على هذا الفيديو، لكن والله مو طالع باليد حيله. مره كنت مع صديقتي نتمشى بالحاره وفجاه شفت واحد لابس نفس اواعي امي بالضبط. رحت وانا اركض عليها وحضنتها، بحكي لها وين بدك تروحي؟ بتحكي لي بسم الله مين انتي ومين ماما؟ وانا صرت احكي لا اسفه فكرت امي. احراج. اشوفه عن جد في مواقف يعني بتضحك وهيك، بس انا عم بتبايخ يعني، مشان ما تفكروا انتوا لا تمشوا بنفس الجو تبعين وتعليقات بايخه. لا في تعليقات حلوه بس انا عم بتبايخ. انا حابب هذا الفيديو تبايخ يعني، وانا العالم اللي بتستحمل بايختي لا تكتبوا تعليقات
انا انسان بايخ. لا عن جد عم بمزح، انه خلاص انه بتعرفوا انه انا عم بمزح معكم يعني، حتى تعليقاتكم بتضحك، بس عن جد في عالم تعليقاتها كتير تافهه يعني، حقي انه احكي هيك كلام، حقي هيك تضحك، بس هي مواقف محرجه لازم الواحد يضحك. انا عم بضحك على الطريق، ما عم بضحك عليكم. اوكي ما في، بس بدي تعرف عندك متابعين اكراد وكتير بيحبوك. بليز شوف تعليقي، واي اشتح الزكمانم كردش بيبول. ازو بير الزكمانم متابعينهم كردو. اوكي شايفين حتى كردي بحكي، شو بدكم لغات بحكي، ان شاء الله عم تعبوني من الهند رح اتعلمكم هندي واحكي هندي. مره كنت في الالعاب مع بنات خالتي، فكنا نلعب غميضه، فكنت اجري وشفت بنت خالي شو جت للمكان اللي انا فيه، ونطيت في المربع الاسفنج، وجيت بقوم بعد ما رحت بالاخير طحت على ولد، ولو كان اصغر مني كان اهون، بس المشكله كان اكبر مني بسنتين. هلا انت لما طحتي شلون عرفتي اكبر منك بسنتين؟ يعني هيك تقريبيا شلفتيها، ولا يكون رحتي سالتيه قديش عمرك؟ يعني ما في غير انك انت رحتي سالتيه، يا ساليته يا اما انت عم تكذبي. لا عن جد جماعه الخير عم بمزح مع البنت هاي، وعم بمزح مع كل الطلقات. انا هذا الفيديو كنت كتير مروق ومبسوط وعم بتبايخ على الكل، فبعتذر اذا واحد ما بيستعمل بايخه، بس انا كنت كتير بايخ يعني، عم بتمسح على كل التعليقات. بس انه اصلا يعني الفيديو هو مواقف محرجه يعني، مسخره اصلا يعني، مشان انه لا حدا يضايق على شغلات. وبس يا جماعه الخير، لو بكون وصلنا هذا الفيديو، اذا عجبكم هذا الفيديو وعجبتكم هي السلسله بدكم يعني نعمل فيديوهات اكثر عنها، اكتبوا لي تحت بالتعليقات. اوكي. فاللي مو حاط لايك يحط لايك، خلينا نوصل الفيديو لاكثر من 5000 لايك، واللي مو اشترك بقناه ما تنسوا حتى نوصل 150,000 مشترك، وكمان اللي مو مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس مشان كمان فيديو يوصلكم اشعار جديد. وحساباتي بتوصل شمعة لو كمان كلياتها بالوصف. اي فكره تحبوا انه يشوفها، اي فيديو تحبوا اني اعمل عليه ردة فعل، ابعثوا لي اياها على الانستا وعلى التيك توك، او اذا عندكم افكار جديده او افكار غريبه اكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات، وافكار مثل العاده يا جماعه الخير يعني يكون فيها مشاهدات يعني، انتم بتعرفوا. فبس يا جماعه الخير، دمتم مدام الوطن، ويعيش الشعب العظيم الجبار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.